فافضل بروتينات حيوانيه مثلا ممكن تاخدها البيض، السمك، صدور الفراخ، اللحمه. هقول لك على 3 حاجات يساعدوك في مرحله التضخيم بتاعتك، جربهم بس لمده شهر واحد وانت ذات نفسك هتستغرب من النتيجه. بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت تدعمني عشان تشوف كل جديد، ما تنساش بقى اللايك الجميل بتاعك، ولو عاوز تستفاد اكتر ممكن تخش على صفحتي على اليوتيوب او تيك توك، هتلاقي فيديوهات كتير جدا هتساعدك. يلا بقى بينا نخش على الفيديو. اول حاجه بقى تبدا بيها عشان تزيد في التضخيم بسرعه، حط مكسرات في النظام الغذائي بتاعك. ان المكسرات ببساطه بتعدي الكالوري بتاعها من 500 ل 700 كالوري في 100 جرام بس. يعني انت مثلا لو خدت لك 100 او 200 جرام مكسرات في اليوم، انت مثلا ممكن تعدي الوجبه دي، يعني ما تعتبرش وجبه، ممكن تعدي السناك دي ل 1000 كالوري. فده هيساعدك جدا ان انت ما بتاكلش كتير وفي نفس الوقت كالوري زياده عشان التضخيم. وانت مثلا من الناس اللي ما بتحبش الاكل كتير، ممكن مثلا تعمل لك مشروبات مثلا زي تحط شوفان ومكسرات وفواكه، اي نوع فواكه عندك كلها مثلا تعمل لك مشروب واحد ممكن تعدي 1500 او 2000 كالوري، فهتساعدك جدا في مرحله التضخيم بتاعتك وفي نفس الوقت مش هتاكل كتير. فحاول تدخل المكسرات في النظام بتاعك او المشروبات اللي قلت لك عليها دلوقتي. تاني حاجة بلاش الدهون المشبعة لأنها بطيئة الامتصاص. الدهون المشبعة اللي زي مثلا الزيوت المهدرجة أو السمنة تبقى كلها مهدرجة. طيب هضرب لك مثال بقى عشان أوريك بقى الدهون المشبعة دي إن هي بطيئة الامتصاص خالص. لو تفتكر مثلا لما تيجي تشتري لحمة، أكيد طبعا الجزار بيحط لك معاها حتة شحمة، بتروح طبعا البيت وبتغليها في مية، ممكن مثلا اللحمة تاخد لها ساعة أو نص ساعة أو أكتر. لاحظ معايا إن الشحمة دي مثلا بتسيح في المية؟ لا، لأن هي ممكن تقعد ساعة ونص وساعتين بتغلي في مية مغلية ما بتسيحش. هكذا بقى بينطبق على جسمك، ان انت مثلا الدهون في جسمك بتخش المشبعه بالذات بتتهضم بسرعه، وده بقى اللي بيسبب لك ان انت مثلا ما تاكلش وجبات كتير، تحس ان في اليوم كله شبعان وانت اصلا مش شبعان، بس هي الدهون المشبعه دي بطيئه الامتصاص ما بتخلكش تجوع اكتر. فدي طبعا هتمنع منك اكل كتير ووجبات كتير، مش هتخليك تاكل كويس. فاحسن لك ابعد الدهون المشبعه عن نظامك في التضخيم. والتالت حاجة بقى ما تكترش من البروتينات النباتية. يعني مثلا بشوف ناس كتير جدا بتكتر من البروتينات النباتية أكتر من الحيواني. يعني هو أنا عارف إن البروتين وده البروتين، بس طبعا البروتين الحيواني فعالية أكبر، امتصاصه أسرع. أنت مثلا لو بتكتر البروتينات النباتية أكتر من الحيوانية، أنت كده بتقلل امتصاص البروتين الحيواني. فحاول في مرحلة التضخيم بالذات تكتر البروتين الحيواني. بص انا مش بقول لك مثلا امنع البروتين النباتي، لا، خلي فيه توازن، بس خلي الاكتر الغالبيه للبروتين الحيواني. طبعا البروتين بيطول في الهضم بس يعتبر اسرع مثلا من النباتي، وده طبعا دي بترجع ده كله للجينات بتاعتك على حسب الهضم بتاعك للاكله دي. فافضل بروتينات حيوانيه مثلا ممكن تاخدها البيض، السمك، صدور الفراخ، اللحمه، التونه. لازم تنوع بين البروتينات، يعني مثلا ما تاكلش صدور فراخ كل يوم، حاول تنوع قد ما تقدر. بس كده. مستني بقى الكومنت بتاعك بعد شهر باذن الله ان كان لنا عمر، تقول لي يا حمزه انا زدت كتله عضليه.